بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عنا جاتو سهل وسريع واقتصادي، وما يعني يبقى يقدر يقعد معانا حتى شهر. الكمية هنا على حسب واش حابين. واش عنا في هذا الجاتو؟ عنا هذا الشوكولا من هذا النوع، انا استعملت هذه. هنا الكمية على حسب انتم مش حابين تحطوا، يعني الكمية يعني غير محدودة. نحطها ندوبها، منزيد لها حتى اضافات، نحط لها هذا الملون الوردي، نحط بشوية ونشوف حتى نتحصل على اللون اللي انا حبيته. ومن بعد نبدا هذا اللون مليح يعني. وباش نتحصلوا على نتيجه ملاحه نديروا زوز طبقات. نحطوا الطبقه الاولى كما قاعدين نشوفوا ونحطوها تبرد، يعني في ساعه تبرد في الكونجيلاتير في ساعه تبرد. ونديروا الطبقه الثانيه ونبداو في الحشو. هنا عندنا 45 كعبه تاع كابريس، كيلة كاوكاو محمص ومرحي، وكيلة جاطو مرحي من اي نوع، وربعة مغارف حليب ومغرف زبده. نحطوا الكابريس الدوب ومع الحليب على نار قليله حتى تدوب. ومن بعد نحطوا لها المغرف تاع الزبده وهي سخونه، عادي جدا نحطها تدوب. ونحطوا لها الزبده وهي سخونه، طبعا نحيوها من النار ونحطوا لها الزبده. ومن بعد نبداو نحطوا في الكاوكاو وفي الجاتو، مره كاوكاو ومره جاتو حتى نتحصلوا على بالتدريج يعني. ونحطوا بشويه حتى نتحصلوا على قوام مليح، ما يكون يعني يبس بزاف ولا جاري بزاف، هذا القوام مليح. ونبداو نحطوا نحشو في القوالب يعني بالمغرف برك، ونحطوا هكا بشويه حتى يتعمر، يعني يكون تقريبا مع الوجه، باش كي نحطوا نقفلوا كيما هكا تجينا الكعبه ملاحه. طبقه واحده من التحت ما نحتاجوش ان نديروا مرتين، وسهل النزع. وهنا التزيين كل واحد واش يحب، انا درت تزيين بسيط يعني شويه شوكولا وحبات من هذوما الغوز. التزيين يبقى اختياري.